في التدريب 65 الكتابة سألتكوا سؤال: لو بطل روايتك بيعشق الطبخ بس حصلت حادثة خليته يقفل مطعمه للأبد، هتكون ايه؟ جالي أكتر من رد بيقول إن هي ممكن تكون خطيبته مثلا أو مراته ماتت. طيب هيجي قارئ يسألك: طب حتى لو هي ماتت ايه المشكلة؟ ما هو ممكن يتجوز تاني بعديها. ازاي بقى هنا أقدر إن أنا أقنع القارئ بفكرتي من غير ما هو يسأل ليه؟ نحط ماضي قوي أو سبب جذوره قوية. يعني مثلا هي مش مجرد إن هي خطيبته بس، لأ، ده هي كمان صديقة طفولته. مش مجرد صديقة طفولة فترة قصيرة لما كان صغير، وإنما هم صحاب بقالهم 20 سنة. لما كانوا صغيرين كان بيعشق السباحة، بس بعد كده حصلت حادثة خلت رجله يتكسر وتخليه يعجز عن إن هو يمارس الرياضة دي تاني. دخل في اكتئاب قعد بالشهور، والحاجة الوحيدة اللي طلعته منها كانت إن هي علمته الطبخ. شافه بعديها بدأ يزيد لحد ما هو بدأ طبخه يبقى